السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. يا رب تكونوا بخير وتكونوا في اتم صحة وفي احسن حال. النهاردة ان شاء الله روتين جديد ويوم جديد من ايامنا الحلوة. ربنا يجعل ايامكم كلها مليانة بالخير والسعادة والنشاط والفرحة وكل حاجة حلوة يا رب العالمين. النهاردة روتين جديد، روتين العصاري والشمس الحلوة. زي ما انتم شايفين البلكونة مليانة طبعا غسيل كالعادة، لازم يتشال. وعندي غسيل في السبت عاوز يتنشر، وغسيل في الغسالة، وغسيل في السبت عاوز يتغسل، وليلة ما يعلم بها الا ربنا. والغسيل ده ما شاء الله ما بنخلصش منه. نفسي في مرة بجد افضي السبت، نفسي اشوفه كده فاضي قدامي ما فيهوش هدوم ولا فيه اي حاجة، بس يعني للاسف مش قادرة. اول ما اخلص كده ويبقى خلاص شطبت واقول خلاص هخلص اخر دور، بلاقي الحاجات اتكومت تاني والهدوم. الحمد لله على كل حال، ربنا يعيننا ويقوينا يا رب. يعني احنا هنعمل ايه؟ بعد كده يا حلوين دخلت على المطبخ علشان اعمل غدا او اعمل عشاء بمعنى اصح، لان احنا بعد العصر. كان عندي فرخة طلعتها وقطعتها قطع صغيرة زي ما انتم شايفين كده، وحطيتها في مية، وحطيت عليها شوية من الخل وشرايح بصل وشرايح ليمون وورق لورا وحبهان واي توابل حصى عندك، وسبتها كده تتنقع لمدة 10 دقايق، ربع ساعة، تلت ساعة، مش هتقول لأ. وعلى بال بقى ما تكون اتنقعت قلت اجهز الخلطة بتاعتي جنبها عشان انا هعمل فراخ مقرمشة. حطيت بقى كوبايتين من الدقيق وحطيت عليهم التوابل بتاعتي. حطيت ايه بقى؟ حطيت توم باودر وبصل باودر وكاري وفلفل اسود وكركم. طبعا الكركم اساسي علشان هو اللي بيديه لون اصفر حلو. بابريكا، انا قلت لكم بابريكا. المهم بقى كل البهارات اللي عندك حطيها، هو مش بيقول لا. وحطيت عليهم طبعا الملح على قد الكمية اللي انت هتعمليها، ونزلت عليهم بمعلقتين كبار من النشا وربع معلقة من البيكنج باودر. وهقلب بقى كل المكونات بتاعتي دي كلها ببعضها. انا هنا كنت بحط شوية تاني من الكركم، كنت عاوزة لونه يبقى اصفر كده وحلو. هقلب 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 كل الحاجات دي في بعضها علشان تبقى كلها واحدة. وبعد كده هقسم الكمية، او مش هقسمها، لا انا هاخد شوية قد تلتهم كده على جنب، وهركن الباقي هنحتاجه بعدين. الشوية اللي انا اخدتهم دول حطيت عليهم بيضة واحدة وقلبتها كويس، وبعد كده هنزل عليهم بكوباية من المية. انا دلوقتي عايزة اعمل عجينة بس تكون طرية او سايلة شوية، مش هتكون تخينة. هفضل بقى اقلب كويس علشان الكلاكيع دي والحاجات دي تدوب كويس في المية، علشان بعد كده هنقع الفراخ بتاعتي جوه الخلطة الحلوة دي. جربوا الطريقة دي وان شاء الله هتعجبكم، مش هتحتاجي عك كتير ولا مواعين كتير. وهتشوفي معايا دلوقتي انا هعملها ازاي، سهلة جدا وبسيطة، مش هتاخد معاكي وقت. كده تقريبا خلاص القوام بتاعنا ده تمام وجاهز كده لتنقيع الفراخ. هاخد الفراخ دي هصفيها كويس من الحاجات اللي فيها واعصرها من المية، وهنزل بيها على الخلطة اللي انا عملتها دي. طبعا هشيل الكراكيب من حواليا علشان اعرف اشتغل. كل الحاجات دي وكل التوابل دي هشيلها. طبعا التوابل اللي جوه اكياس انا مستنيه افضيها، عاوزه بس اغسل الاطقم كده بتاعه التوابل واروق عليها، وبعد كده افضي على نظافه. بس انتوا عارفين الفتره اللي فاتت انا كنت تعبانه وما زلت، بس الحمد لله يعني يعتبر احسن شويه من الاول، الحمد لله يا رب. فبدات ان انا اشتغل واحده واحده في المطبخ واشوف اللي ورايا. فبس مش قادره اقف كتير ومش قادره يعني اخد وقت وانا واقفة واشتغل كتير. يا دوبك بس بقدر اعمل الحاجة اللي الضرورية اللازمة، فمش قادرة اخلص كل الحاجات. زي ما انتم شايفين كده نقعت الفراخ بتاعتي في العجينة او في الخلطة اللي انا عملتها، وخدتها على التلاجة هسيبها لمدة ساعتين او 3 او 4. يعني كل ما تقعد في الخلطة كل ما يبقى احسن. بس انا عشان كنت مستعجلة سبتها حوالي ساعتين او 3 على ما اعتقد يعني. ورجعت بقى على الحوض. طبعا مش هينفع اسيب الدنيا متكركبه ومتبهدله حواليا، فلقيت عندي كام طبق وكام حاجه مكان الشغل، فقلت ايه لازم اغسلهم علشان اروق الدنيا، وعلى بال ما اجي اجهز الاكل واعمل الفراخ تكون الدنيا رايقه عندي. وكمان مع الشغل كده وتحضير الاكل بتتراكم عندك مواعين اكتر. فلو عندك اصلا مواعين في الحوض وجات عليها مواعين التحضير والتجهيز وكده وشغلك في المطبخ، كله هيزيد عليكي. هتبصي هتلاقي المواعين وصلت للسقف.
فأنتِ أول بأول كده بعد ما تعملي الحاجة لو في كام حاجة في الحوض بتغسليهم، بعد مثلًا الأكل لو في كام حاجة بتغسليهم، وأنتِ شغالة في المطبخ وبتجهّزي في الأكل لو في وقت اغسلي، يعني مثلًا أنتِ حاطة الفراخ بتتقلي في الزيت، فطبعًا أنتِ واقفة جنبها، بدل ما أنتِ تفضلي واقفة كده وتضيّعي وقت ومجهود، اقفي أحسن على الحوض واستفادي بالوقت ده واغسلي الكام طبق اللي في الحوض، صدقيني هترتاحي جدًا والموضوع ده هيسهّل عليكِ حاجات كتير جدًا. لو التزمتِ بالكلام اللي أنا باقوله لِك ده والتزمتِ بالطريقة هتلاقي نفسِك مرتاحة جدًا والله بجد يعني، هتلاقي نفسِك مثلًا أنتِ حضّرتِ الأكل وغرفتيه وما فيش أي مواعين في الحوض، الحوض بتاعِك فاضي ونضيف وبيلمع، وبعد الأكل هتلاقي عندِك كام طبق بس اللي هم مكان الأكل، فهتلاقي برضه غسيلهم سهل عليكِ، هتلاقي نفسِك وأنتِ بتشيلي الصينية كده حواليكِ بتغسليهم بسرعة، فهتلاقي دايمًا مطبخِك رايق ونضيف وما فيهوش أي كراكيب ولا مواعين. أنا والله لمّا بيكون ربنا مدّيني الصحة وقادرة، باعمل الطريقة دي بتريّحني جدًا، جدًا بصراحة، ما باسيبش أي معون في الحوض، وبابقى مرتاحة ومبسوطة ونفسيتي زي الفل. لكن يعني هاقول لكم الحقيقة لمّا باكون تعبانة ومش قادرة، ما باقدرش بصراحة يعني لو تعبانة أوي باصدّق ما أعمل الأكل ومش باقدر أعمل أي حاجة حواليه، حتى المواعين بعد الأكل ما باقدرش أغسلهم، فبييجي علينا وقت بنبقى تعبانين، يعني مش هاقول لِك إن إحنا مكنة أو طاحونة شغالة أو ساقية مش بتتعب، لأ، إحنا بييجي علينا وقت وبنتعب ومن حقنا نرتاح. فبيبقى غصبٍ عننا، يعني بيبقى حاجة خارجة عن إرادتنا مش قادرين نستحمل تعب أو بنبقى مرهقين جدًا أو في حاجة واجعانا فمش قادرين، فبيبقى بجد، بجد كتّر خيرنا إن إحنا وقفنا في المطبخ وعملنا أكل للبيت أو عملنا أكل للولاد، وأحيانًا بتضطري مثلًا تعملي الحاجات الضرورية زي إنِّك مثلًا بتكنسي الشقة ما تقدريش تسيبيها مكركبة ومعفنة فيعني في حاجات كتير بنضطر نعملها وإحنا تعبانين، يعني حقيقي إحنا ما بنقدرش ننام وإحنا تعبانين، أنا باقول لكم مثلًا إن أنا تعبانة ونايمة ومش عارف إيه، بس في حاجات كتير باضطر أعملها وأنا تعبانة، ما باقدرش أسيبها، يعني باغصب على نفسي وباقوم وربنا بيقويني والحمد لله، وباعملها غصب عني علشان دي لازم تتعمل، فالحمد لله على كل حال، ربنا يقوينا ويقدّرنا يا رب دايمًا ويعيننا على حمل المسؤولية اللي إحنا فيها. خلاص خلّصت الحوض ونضّفت المواعين وزي ما أنتم شايفين كل حاجة تمام، وكانت الفراخ بتاعتي خلاص جاهزة للقلي وكنا خلاص عايزين ناكل، كانوا ولادي راحوا الدرس ورجعوا فطبعًا لازم ياكلوا، طلّعت الفراخ من التلاجة وجِبت خلطة الدقيق اللي أنا كنت عاملاها وركناها على جنب، وهابدأ إن أنا أنزّل فيها الفراخ بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، يعني هاقلّب فيها كده بصوابعي من غير ما أدوس عليها علشان يطلع لِك الشكل المقرمش ده أو المكلكع ده اللي إحنا عاوزينه طبعًا زي إيه، الفراخ بتاعة المطاعم. هتفضلي تقلبي كده فيها من فوق لفوق لفوق من غير ما ايدك تلمسها علشان يطلع معاكي الشكل ده. لو انت حابة تعملي لها كفر اتقل من كده بترجعيها في الخلطة مرة تانية وبتحطيها في الدقيق تاني، بس انا ما حبيتش بصراحة، حبيت الكفر بتاعها يبقى خفيف شوية فعملتها مرة واحدة وبس. هعمل طبعا الكمية كلها وجنبي على النار حتى الزيت علشان يغلي، اول ما يسخن هنزل فيه بالفراخ زي ما انتم شايفين كده، هتبقى النار عالية أول 5 دقايق علشان ياخد معايا صدمة، وأول ما يبدأ يستوي بنوطي النار خالص وبنسيبه بيستوي على مهله علشان ما يبقاش ني من جوه، بالطريقة دي هيطلع معاكي جميل وما فيهوش أي دم وما فيهوش أي حاجة من جوه وهيطلع كله مستوي. أول ما الوش اللي تحت يحمر بنقلب طبعًا على الوش التاني والنار واطية زي ما أنا قُلت لكم، وهنسيبه بقى براحته، براحته خالص لمدة 7 دقايق، 10 دقايق، لمّا تحسي إن هو خلاص لونه هيزيد منِّك بتخرّجيه، وهنا كان خلاص تقريبًا يعني عدّى الوقت وخلاص احمر من كل جانب، هاطلّعه طبعًا على مناديل علشان الزيت يصفّي وما يبقاش تقيل، عشان نرجع نحط بقى إيه الكمية التانية بتاعتنا. ما شاء الله عليه لونه جميل ومقرمش ويفتح النفس ما شاء الله، جربي الطريقة دي وإن شاء الله هتعجبك بإذن الله، وما تنسيش بقى تحطي لي لايك لاختك حبيبتك وتعملي اشتراك في قناتي لو أول مرة تشوفيني، وتعليق حلو منك كده هستناه بيفرحني جدا وبحبه جدا.
حطيت بقى باقي الكمية بتاعتي. طبعًا الكمية دي على حسب عدد الأفراد بتاعتكم أو على حسب أنتِ هتحتاجي قد إيه. لو أنتِ حابة تعملي جنبه سلطات وتاكليه بالعيش يبقى فل الفل. لو أنتِ حابة تعملي جنبه رز براحتك جدًا. أنا عملت جنبه رز بس للأسف يعني مش هافضّله أوي لإني ما حبيتهوش، حبيته أكتر بالعيش وبالسلطات. شايفين ما شاء الله لونه أبيض من جوه وحلو ومستوي وزي الفل. أنا ما باحبش جنبه السلطات البيضا أو الطحينة والحاجات دي. لو أنتِ بتحبي طبعًا هتعملي جنبه الحاجات دي. ممكن آكل جنبه كاتشب بس ما كانش عندي كاتشب فمش مشكلة، يعني إحنا أكلنا كده والحمد لله كانت اللقمة حلوة وبألف هنا وشفا يا رب. الحمد لله على كل حال. ويالّا بقى تعالوا اتفضلوا اتعشوا معانا. طبعًا بعد العشا في مواعين. طالما أنتِ حلوة كده وشطورة يبقى لازم تنامي والمطبخ بتاعِك فاضي ما فيهوش أي مواعين. فقُلت بعد العشا كده استعنت بالله واتنشطت وقُمت أغسل المواعين اللي مكان التحضير، علشان أنام بقى ومطبخي وحوضي فاضي وأبقى مرتاحة. بجد بابقى مرتاحة جدًا لمّا ما يكونش عندي مواعين في الحوض وباصدق أمّا أكون كويسة وأقدر إن أنا أغسل وما اخلّيش مواعين في الحوض. باصحى الصبح كده مرتاحة ومطبخي رايق وفايق وما شاء الله يعني بتبقى نفسيتي حلوة. أما بقى لو في مواعين في الحوض والدنيا مكركبة من بالليل يا خرابي مش هاقول لكم بقى الواحد بيبقى عامل إزاي. أول ما باصحى من النوم وأدخل المطبخ نفسي بتقفل بجد، ما بيبقاش ليّا نِفْس حتى أبُص في المطبخ. والله بجد يعني النضافة حلوة يا جماعة والروقان حلو كده والحاجة لمّا تكون قدامِك متوضبة وحلوة، حتى يبقى ليكِ نِفْس كده تحضّري فطار لولادِك وتعملي أكل كده بمزاج وتبقى نفسيتِك مرتاحة. بجد، بجد النضافة بتفرق جدًا في نفسيتنا وفي الطاقة الإيجابية اللي إحنا بناخدها. فربنا يعيننا دايمًا على تنضيف بيوتنا و كل وأداء مصالحنا وكل حاجة المفروض نعملها ربنا يعيننا عليها ويقوينا يا رب إن شاء الله، اللهم آمين. بعد ما خلّصت المواعين بتاعتي قُلت أروّق على البوتاجاز بقى، ما أنا مش هاسيبه مليان دهون ومعفن بقى. فجِبت إيه قاهر الدهون بتاعي ورشيت عليه علشان إيه بس أسهّل على نفسي الغسيل. قُلت أجرّبه أنا أصلًا لسه جايباه جديد، نوع جديد فقُلت أجرّبه وأشوف إيه نظامه. فرشيت عليه هو فعلًا حلو في الدهون وبيسيّحها بسرعة، بس المشكلة إنه شايفين هتشوفوا معايا دلوقتي العيون بتاعة البوتاجاز غمقت إزاي، وده اللي خلّاني اتضايقت منّه. ما أعرفش هو غلط ييجي على الألمونيوم والّا إيه بالضبط والّا إيه الغلط اللي أنا عملته. أنا ما خليتهوش إن هو يطوّل يعني على هُم المفروض يقعدوا 5 دقايق أو 10 دقايق على البوتاجاز، بس أنا والله يا دوب رشيت كده ودقيقتين ورُحت غسلت على طول. ما خليتهوش يطوّل. بس شايفين خلّى الألمونيوم أزرق إزاي. فأنا طبعًا اتخضيت ورُحت خاطفة العيون بتاعتي حطيتهم جوّه حلة وقُلت أنزّلهم في المَيّة السخنة وأدعكهم بسلكة كده وبريل يمكن يعني ألحقهم أو أنقذ الموقف. ورجعت كمّلت باقي البوتاجاز عادي ما عملش أي حاجة، إنّما العيون هي اللي اسودِّت منّي ما أعرفش إيه السبب. حطّيت العيون دي جوّه الحلة على مَيّة سخنة وحطّيت عليهم صابون عشان أرجع أغسلهم، وقُلت أغسل الحوامل بتاعة البوتاجاز بسرعة كده وأنضّفهم عشان أرجع أشوف إيه حكاية العيون دي اللي هتبوظ منّي والّا إيه. أنا باخاف على البوتاجاز أول ما حاجة تحصل فيه باتضايق جدًا، لإن لو في بُقعة أو في حاجة كده والّا كده بتضايقني بجد وبابقى مخنوقة يعني. فمسكت العيون بالسلكة ونزلت فيها دعك على أمل إن هي تفتحها وتنضف، بس للأسف ما نطفتش كتير يعني. قُلت يالّا مش مشكلة يعني واحدة، واحدة مع الغسيل أكيد يعني هتنضف بعدين وترجع لطبيعتها. غسلتهم وصفيتهم وسِبتهم ينشفوا، طبعًا رصيت كل حاجة مكانها كده تقريبًا خلّصت يومي. ما كمّلتش معاكم باقي التصوير عشان اتصدمت من اللي حصل للبوتاجاز وللعيون.
يلا بقى الحمد لله على كل حال، ما تنسيش بقى تحطي لايك للفيديو وتعملي اشتراك في قناتي، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد، واترككم في رعاية الله، مع الف الف سلامة. مع السلامة يا حبايبي.